الفيديو التالي تم تصويره في ولاية ميشيغان. استيقظت جاكلين على كابوس مرعب. لاحظت إنه الكلب خايف من شي معين وكأنه شايف جسم في الغرفة. Bruh. What do you see? Oh my god. What? Girl? You're gonna get me scared. اللي حصل أصاب جاكلين بالخوف. كان الكلب جالس في وضعية تأهب وكأنه بيحاول يحذرها من خطر محدق. دائما الأطفال معرضين لهجوم الجن بشكل أكبر. الفيديو التالي تم تصويره في ولاية مينيسوتا. أثناء نوم أحد الأطفال تعرض لهجوم قاسي جدا. بإمكانكم تلاحظوا أنه تم سحب الطفل من الأسفل. الطفل المسكين استيقظ بسبب قوة الهجوم. حاول يقاوم بكل قوة بس ظهر في الفيديو هو عاجز تماما. أماندا مارتينيز اشترت أحد المنازل في ولاية تكساس. المنزل تصميمه رائع جدا، حتى شكله من الداخل جدا ممتاز. بس الغريب إنه اشترته بسعر منخفض، سعر ما بتناسب أبدا مع قيمة البيت. لما دخلته للمرة الأولى بدأت بتصوير جميع أجزاء البيت. ما كانت تعرف إنه راح تصور لقطة في غاية الرعب. Okay. The door was terrifying. But that's okay. Hello? Hello? Okay. Whew. I left the door open. It was probably just the wind. Don't be crazy. Is anybody here? I saw them. Okay. Nothing. Okay. Nothing. Yep. No. Whew. I probably just got overworked and there's nothing here. صورت الكاميرا جسم غريب واقف خلف الباب. الجسم كان ينظر مباشرة باتجاه أماندا. أماندا ما فكرت إلا بشي واحد: الهرب من البيت. الفيديو التالي تم تصويره في الإكوادور. استيقظ نيكولاس هرنانديز على صوت حركة في البيت. Sale conchetumare. Conchetumare.
في البداية كان يسمع صوت حركة بداخل الحمام، بعدها الباب بدأ يتحرك لوحده. اللي حصل أصاب نيكولاس بالخوف لأنه كان لوحده في البيت والساعة كانت بعد منتصف الليل. جون آدمز بيعمل حارس في أحد الفنادق. الفندق في ساعات الليل بيتحول لمسكن للجن. لسوء حظ جون دوامه بيبدأ في منتصف الليل. في إحدى الليالي سمع صوت في الطابق السفلي، نزل حتى يكتشف السبب، بس يبدو إنه غير مرغوب فيه بالمكان. I'm over at the restaurant right now that's connected to our hotel. The door's been wide open. And they said they've seen lights going on and off in here. This is the attic area. Very, very narrow stairs, and I just smashed my head on this freaking pipe. Hello? Oh my God. There's no one here. There's no one here. Nope. Nope. Okay, I'm out. Okay, just leave me alone. في البداية سمع صوت جسم في الغرفة. الجسم طلب منه مغادرة المكان فورا. أثناء مغادرة جون سقط من على السلم. تعرض جون لعدة كسور بسبب السقوط العنيف. قال في وقت لاحق أنه تعرض للدفع أثناء النزول، كاد يخسر حياته بسبب هجوم الجن. البيت اللي بيظهر أمامكم موجود في اليابان. سكان البيت تركوه بسبب قوة الهجوم اللي بحصل فيه. مستكشفين دخلوا حتى يتأكدوا من الرواية. بعد لحظات تعرضوا لموقف مرعب. لاحظ أحد المستكشفين وجود جسم خلف الباب. الجسم كان يراقب تحركاتهم، كان ينظر مباشرة باتجاه المستكشف. بعدها اختفى من المكان بدون ما يترك أي أثر. بصراحة البيت مرعب للغاية والحياة بداخله لا تحتمل. أثناء جلوس أوليفر أمام التلفاز لاحظ وجود نشاط غريب أمام البيت. صورت كاميرا المراقبة أحد الأشخاص برفقة صديقته حاولوا يقتحموا البيت. أوليفر اتصل مباشرة بالشرطة. اتمكنت الشرطة من القبض عليهم بوقت لاحق.